في واحد كاتب مقال عجبني بصراحة، فقلت أقوله لكم. يعني بيقول إيه بقى في المقال ده؟ بيقول أنا لما كان عندي 4 سنين، هو بيتكلم عن الأب هنا ودور الأب في الأسرة وفي التربية. يعني بيقول أنا لما كان عندي 4 سنين كنت بشوف أبويا ده بطل خارق، أعظم راجل في الدنيا كلها. ولما بقى عندي 6 سنين شفت كل شيء في العالم. ولما بقيت 10 سنين بقيت أشوفه بيعرف كل شيء في الدنيا. ولما بقيت 14 قلت ابويا مستحيل يقدر يتكيف على وقتنا وعصرنا الحالي وعلى التكنولوجيا اللي احنا فيها. ولما بقيت 16 سنة قلت ابويا بقى بيتدخل في حياتي كتير. لما بقيت 20 قلت مستحيل اتحمله، ازاي امي كانت مستحملاه كل السنين دي كلها. ولما بقيت 25 بقيتني بهرب من البيت عشان ما اشوفهوش وابعد عن نصايحه، لانه كان كل شويه بينصحه، وابعد عن نصايحه وتوجيهاته اللي كنت بحس انها كلها بدون معنى ولا قيمه. ولما بقيت 30 سنه قلت انا لو جالي اولاد مستحيل اربيهم زي ما ابويا رباني وكان بيعمل معايا. بس لما بقيت 35 سنه حمدت الله ان انا كان عندي اب زي ابويا ورباني التربيه دي. ولما بقى عندي 40 سنه قلت ابويا ازاي كان بيقدر يتحمل عبء تربيه الاولاد والاسره دي كلها. على ال45 بقى قدرت افهم انه قد ايه ابويا كان بيتحمل وما كان بيحكي ولا بيتكلم. في الاخر كتب احتجت 50 سنة لارجع في اول فكرة فكرت فيها عن ابويا، وان ابويا اعظم رجل في العالم. فانت ما تنتظرش 50 سنة عشان تعرف الحاجات دي عن ابوك، ان الاب التضحية اللي بيقدمها هي اعظم حاجة في الدنيا. ربنا يا رب يبارك في كل اب موجود بيكافح من اجل اولاده واسرته، وربنا يا رب يرحم كل أب توفاه الله. اغفر لأبي وارحمه رحمة واسعة يا رب، واسكنه الفردوس الأعلى في الجنة.